مصلحة الجمارك قررت ان ازاي يعني طرق جديدة، ازاي اطلع فلوس بالعافية من اي حد جاي في المطار مصري. حضرتك لو راجع من بره مغترب، سياحة، اي معدي قلت تبص على مصر شوية، حضرتك لو معاك ذهب فيحق لهيئة الجمارك لو الذهب اللي معاك اكتر من 10000 جنيه، وهم بقى على حسبتهم معرفش يحسبوها ازاي، خلاص يحق للجمارك ان هي تاخد 10% على الذهب و14% ضريبة. يعني هياخدوا 24% منك، يعني علشان ايه حضرتك بس ايه عشان تعدي كارتة. يعني لو معاك موبايل هيتدفع عليه جمرك، موبايل شخصي استعمال شخصي هتدفع عليه جمرك، جايب تليفون لابنك هتدفع عليه جمرك، جايب لعبه لابنك هتدفع عليه جمرك، جايب فستان لبنتك جديد فستان واحد بس هتدفع عليه جمرك، جايب اي حاجه هتدفع عليها جمرك. دي من الاخر كده اسمها فرده، دي فرده. يعني ما هو اكيد انا كرب اسره لو انا معيش فلوس فاولادي معهمش فلوس، فما ينفعش بقى ادور على مثلا هات يد الساعه بتاعتك دي ابيعها، يا هات يد الكوتش يلا بتاعك يلا ده ابيعه، يلا هات يا بت حتتين الدهب اللي في ايديك دول ابيعهم. مفيش الكلام ده. ما يعملش كده غير اللي ما بيخافش على عياله مش فارقين معاه. ما يبقاش كل تفكيرك ازاي اطلع فلوس من الشعب. والله ما هينفع، والله ما هينفع. الناس مش قادرة خلاص، الناس ما خلاص ما بقتش قادرة خالص.